السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة ان شاء الله وصفتنا هي البقلاوة او الزلابية، وعندنا في اسكندرية بنقولوا عليها لقمة القاضي. النهاردة ان شاء الله هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومقدارها ان شاء الله موجودة في كل بيت. النهارده هطلعهولك مقرمشه من بره وطريه من جوه، وكمان مش هتبهدلي ايديكي ولا تبهدلي مواعين ولا اي حاجه خالص. مش هتلمسي العجينه نهائي. من اول الفيديو لاخره كله تفاصيل وتكات لازم تعرفيها عشان تطلعي احلى زلابيه. يلا بينا دلوقتي بقى ندخل على المقادير، بس قبل ما ندخل نسمي الله، ومتنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة، واوعي تنسي زر الجرس. يلا بقى بينا. اول حاجة هجيب بولة فاضية احط فيها كوبايتين من الدقيق الابيض، يكون عادي متعدد الاغراض او متعدد الاستخدامات. حطيت الكوبايتين عليهم ربع كوباية من النشا بالمج العادي بتاع الشاي او بالكوباية المعيارية زي ما انا عملت كده. هحط عليهم نص معلقة ممسوحة من الخميرة الفورية او قطع صغيرة من الخميرة البيرة، وياريت ما تكتريش في الخميرة عشان ما تفورش معاكي زيادة. وعليهم نص معلقة ممسوحة من البيكنج باودر وكمان عليهم ذرة من الملح، وهحط كمان معلقة ونص من السكر. طبعا السكر عشان يديني طعم حلو للعجينة، وكمان عشان يفعلي الخميرة اللي انا حطيتها. معلقة ونص من السكر وبس كده. هي دي كل مقادير بسيطة، وان شاء الله موجودة في كل بيت بإذن الله. هقلب بقى كل المقادير الجافة دي على بعضها كده لحد ما خلط كويس جدا مع بعض. وهنزل بعد كده المية بتاعتي تكون دافية. انا الاول مش هنزل بالميه كلها، حبه حبه كده. انا طبعا كل دقيق يختلف عن التاني، فانا معايا كده كوبايه من الميه دي كده اول حاجه. الكوبايه دي بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها الدقيق. طبعا كل واحده بتستخدم دقيق غير التانية، فما تنزليش بالميه زي ما انا قلت بالظبط عشان ممكن الدقيق بتاعك يختلف. انا نزلت باول كوبايه لقيتها لسه برضك محتاجه ميه كمان. رحت ماليه كوبايه تانية جنبي وقلت هشوف هخلط لحد ما اشوفها هتحتاج ميه تاني ولا لا. حطيت اول كده يعني حوالي معلقتين 3 كده من الكوبايه التانية، وهي لسه برضك سميكه وتخينه. لا انا عايزاها تكون عجينه خفيفه شويه او سايله شويه. فوصلت لحد كوبايه ونص، يعني حطيت اول كوبايه واخدت نص كوبايه من الكوبايه التانية اللي انا مليتها لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه. زي ما انتوا شايفين كده القوام السائل، اللي هو ما يكونش خفيف قوي ولا تقيل قوي زي ما انتوا شايفين كده. ودي عجينه سهله جدا تقدري ان انت تتقلي او تخففي على حسب ما انت عايزه، عمرها ما تبوظ منك ابدا. زي ما انتوا شايفين شلت بقى المضرب، يعني ايديا ما اتبهدلتش ابدا ولا حطيت ايدي في العجين خالص. بالمعلقه كده او الاسباتيول نزلت جوانب البوله زي ما انتوا شايفين ونضفتها وقلبت كله من تحت لفوق عشان ما يكونش فيه لسه اي دقيق. ودلوقتي بقى هغطيهم بفوطه وهسيبها لمده ساعه او ساعتين في البرد اللي احنا فيه ده لحد ما تخمر، وهنشوف وهنعمل فيها ايه كمان. بعد ما عدى ساعة يعني حوالي ساعة ونص أو ساعتين من بعد ما عجنتها، بصوا بقى هي عليت واختمرت ازاي. الصراحة ما شاء الله، يعني كان ريحتها أصلا، كان ريحة العجين بتاعته جميلة جدا، وكمان لما بتحطي فانيليا بتبقى ريحتها أحلى. نزلي كل الخمر اللي فيها عشان ما تعملش معاكي فقاقيع كتير. انا ما نزلتش الخمر اللي فيها قوي، بس بعد كده نزلته. انت بعد يعني تقلبيها كويس جدا، تقلبيها جامد قوي كده، وبعد كده تروحي جايه دي بقى ايه يعني عمليه التقطيع بتاعتها دي بقى. انا قلت لك مش هتبهدلي ايدك ولا ايدك هتلمس العجين. هتجيبي كيس عادي بتاع التلاجة زي ما انتوا شايفين، حطيته جوه مج ومليته بالعجين زي ما انتوا شايفين. انا بس مسرعه المقطع هوريكم دلوقتي هنقطعه الكيس ازاي. جبت بقى دلوقتي طاسه على النار فيها زيت، مش لازم زيت غزير قوي. جبت بقى الكيس بتاع التلاجة، كيس تلاجة عادي جدا، قصيت بقى منه حته كده من الطرف، ومعايا كوبايه من الميه. عايزه كوبايه زيت مفيش مشكله، لو متاح عندك الزيت حطي. انا جايبه لكم حاجات سهله جدا وحاجات موفره يعني اقتصاديه خالص. جبت بقى بالمعلقه باللها بالميه، وزي ما انتوا شايفين اقطع كده بالكيس قطع صغيره وانزلها في الزيت.
زي ما انتوا شايفين كده واحده واحده. الزيت الاول بسخنه وبعد كده بطفي النار، ما بنزلش بالعجين وهي شغاله النار، بطفي النار او بهديها خالص على نار هاديه. انا كنت مهديها خالص، وبعد كده بنزل قطعه قطعه بالبقلاوه بتاعتي او الزلابيه بتاعتي على مهلي كده وانا بقطع. الصراحه في منتهى الجمال. الاشكال الفولاذيه اللي احنا بنشوفوها دي لما تبقى معاكي العجينه خفيفه، لكن انا العجينه بتاعتي مظبوطه، فهي ما شاء الله يعني حتى لو هي كان شكلها مش مظبوط قوي، بس هي ما عملتش اشكال اللي هي الغريبه، الرجلين والايدين والحاجات دي. لا، هي شكل كوره بس ممكن تكون ايه يعني مش مكوره قوي، بس يعني هو مش كل حاجه الشكل، هو اهم حاجه طبعا الطعم. بس شكلها الى حد ما معقول ومقبول وحلو ولذيذ، واحنا يعني حلو جميل زي ما انتوا شايفينها كده. هي ما شاء الله عليها والله كان طعمها جميل وعجبت ولادي جدا. دلوقتي بقى ببتدي ان انا دي اول حاجه بعملها او اول خطوه فيها بعد ما قطعتها، ان انا بطلعها وهي نص سوا، اللي هي اول ما لونها يبتدي يصفر بخرجها على طول. وببتدي بقى لو ما عندكيش المعلقه المعياريه قلتلك اهو، ما توقفيش نفسك، عندك معلقه شاي صغيره واشتغلي بيها زي ما انا اشتغلتلك بالمعلقتين عشان اوريكي انا عملتها ازاي. بتقطعي بالكيس، ايدك مش بتتبهدل نهائي، بتاخدي كده اكنك ماسكاها في ايدك واحدة واحدة كده. وزي ما انتوا شايفين طلعت معايا زي العسل. طلعتها بقى كده في طبق، وهبتدي ان انا انزلها تاني في الزيت بعد ما بردت. يعني انا كده خلصت كل الكمية. هبتدي بقى ان انا انزلها تاني في الزيت بعد ما طلعتها. دي تاني خطوة، دي كده تاني خطوة انا بعملها. نزلتها بعد ما عملت كل الكمية وقالتها اول قليه، دي تاني قليه بعد ما بردت. بنزلها بقى تاخد القرمشه بقى واللون الحلو الذهبي الجميل ده، وبخرجها. لو انت عايزاها ناشفه قوي اديها لون بني غامق، لو انت مش عايزاها ناشفه قوي اديها لون فاتح كده وخرجيها برضك هتبقى ناشفه معاكي، ما تقلقيش من اي حاجه. انا بخرجها على مصفى زي ما انتوا شايفين، او بتخرجي على مناديل عشان هتطرى منك. انا بخرجها على مصفى، اي مصفى عندك تكون الومنيوم ستانلس اي حاجه خرجيها. زي ما انتوا شايفين عملت كل الكمية اللي كانت موجودة عندي على طبعا كذا طاسة، وبعد كده صفيتهم كويس وحطهم دلوقتي في الاطباق زي ما انتوا شايفين بكل جمال وكل حلاوة. بصوا الصراحة شكلها جميل وطعمها والله العظيم كان تحفة. بنزل عليها. بصوا لو انتوا عايزينها طبعا في الشربات نزلوها في الشربات على طول وهي طالعه من الطاسه. احنا مش بنحطها في الشربات لانها ما بحبهاش قوي، بتبقى محليه قوي. انا بحط عليها عسل نحل حاجه بسيطه كده. ودي بقى ايه الافتكاسات الجديده اللي طالعه، اللي هو صوص الشوكولاته، صوص الفراوله. ده جاهز، جايباه من عند مستحضرات الحاجات اللي هي بتاعت التورته وكده. جايباه من عند العطار او اي سوبر ماركت بيبيعوا صوص الفراوله. تمام. جبت بقى كده زينت بيه الطبق، عمل معايا الكوبايتين دي، عملت معايا كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. الطبق طبعا بيتباع بالشيء الفلاني بره، فطبعا ده يعني عمل معايا كميه جميله جدا وطعمها قسما بالله احلى من بره. والطبق التاني رشيت عليه سكر، وده كان احلى طعم انا بالنسبه لي. انا طبعا يعني دي العشق بالطفوله اللي هي البقلاوه او لقمه القاضي بالسكر. واحد كده حطيت عليه صوص الفراوله، والتاني بالسكر البودر، والتاني حطيت عليه عسل نحل. عايزين تحطوا عسل عادي شربات حطوا. وده صوص الشوكولاته الاقتصادي بتاع دنيا المطبخ، عملته معاكم قبل كده في القناه كذا مره. حطيت منه بردك على البقلاوه كان طعمه جميل جدا. عايزين تحطوا صوص شوكولاته عادي، اي شوكولاته جانيش، اي شوكولاته عاديه سايحه عندكم حطوها طبعا. شكلوا زي ما انتوا عايزين، التشكيل ده حسب ما انتوا عايزين. شايفين بقى دلوقتي الجمال. هوريكم طبعا صوت القرمشه دلوقتي، خليكم معايا هتسمعوه. شايفين بقى الاول من جوه عامله ازاي، طريه جدا وجميله، والصراحه ما فيهاش غلطه. اسمعوا بقى كده صوت القرمشه. سمعتوا؟ بصي باينه، والله باينه من شكلها، باينه من شكلها وهي بتتقطم كده ان هي مقرمشه وزي القمر. يا رب تعجبكم، وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم، وان شاء الله مش اول ولا اخر فيديو معاكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من دنيا المطبخ. بس بالله عليكم اوعوا تنسوا اللايك، وما تنسوش سبسكرايب للقناه، واوعوا تنسوا زر الجرس. واشوفكم ان شاء الله على خير، واقول لكم مع السلامه، باي باي.